خلّيني أشارككم حاجة يمكن تهز صورتي قدّام بعض الناس شوية، بس يعني صورتي قدّام بعض الناس دول مش من أولوياتي أوي. الحاجة دي هي الtimeline بتاع يومي النهارده. الtimeline ده يفهّمنا حاجة مهمة جدًا في التعامل مع الأزمات والتعامل مع الحياة بشكل عام. الصبح أنا كنت باعيّط عياط شديد، عياط قوي جدًا بحزن رهيب بسبب أزمة معيّنة أنا باعدّي بيها الفترة دي. وكنت خلاص حاسة إن أنا جايبة آخري، يعني عملت كل حاجة ممكن تتعمل ولسه الدنيا مقفّلة، فلسه مُحبطة. هي مش لسه حاصلة النهارده، هي موجودة بقى لها فترة. بس أنا بقى النهارده كنت في لحظة من لحظات الdown، فكنت باعيّط عياط شديد جدًا وباتكلّم مع حد وعمّالة أحكي وأعيد وأزيد في القصة. خلاص خلّصت ولملمت كده شتاتي ورُحت قايمة لبست واتقيّفت زي ما أنتم شايفين كده. لإني واعدة نور ابني إني النهارده هاخده ونتفرّج على الماتش بتاع مصر، بما إن المنتخب بيلعب عندنا هنا في فانكوفر. بس إحنا ما رُحناش الاستاد، إحنا رُحنا مكان كده حلو يعني كانوا بيذيعوا فيه الماتش، وأنا واعداه خدته ولبست ونزلنا ورُحنا حضرنا الماتش وأنا تمام، وقاعدة معاه وحاضرة ومبسوطة بالجو ومبسوطة بالvibes وعارفة أكون حاضرة معاه. الشوط الأولاني إحنا كنا مهزومين 1-0، فأنا زعلانة إن إحنا مهزومين، بس أنا مبسوطة بالأجواء ومبسوطة بالexperience وعارفة أعيش ده مع ابني. وبعدين الشوط التاني جه، فإحنا يعني كسبنا فوز ساحق محق زي ما شُفتوا. والدنيا اتقلبت بقى هناك الاريا دي كلها، فانكوفر اصلا اتقفلت بالمصريين. ويعني قفلنا الدنيا من الاحتفال بالماتش، لدرجه ان هم جابوا لنا البوليس واقف كده محوط الدنيا علشان بس يامن الاحداث اللي بيحصل. مش فاهمين شكل الفرحه بتاعت المصريين. هحط لكم الستوريز بتوضح الموضوع ده. وانا بقى في الاثناء دي انا فعلا مبسوطه وفعلًا مهيّصة. والله وعملوها الرجالة وبنضحك وبنهيّص ونور بيرفرف كده بالعلم المصري وتمام. وبعدين خلّصنا وأنا راجعة في الطريق حابة هدوء كده، فقاعدة بareflect تاني على الأزمة اللي كانت اللي هي حاصلة ولحد دلوقتي حاصلة، بس اللي هي كانت معيّطاني الصبح. وعمّالة أفكّر فيها بهدوء أكتر شوية وأشوف إيه اللي أنا ممكن أعمله فيها وهكذا. طيب عايزة أقول إيه بقى، عايزة أقول إن التعامل مع أزمات الحياة الشديدة والأوقات الصعبة فَن. إحنا محتاجين نتعلّمه، لإن إحنا بنخُش في المُعضلة بتاعة إمّا أو. إمّا أنا هاعمل فيها عنتر بن شدّاد اللي أنا مش هاممني أي حاجة وما باتأثّرش ولأ ومش هانهار ومش هاعمل عشان أفضل قوي وأفضل مسؤول و. فينتهي بينا الحال للي بيعمل كده، ينتهي بيه الحال إن هو بينفجر وبينهار بيكولابس بيحترق داخليًا تمامًا، وبينهار انهيار ما بيعرفش يقوم منّه بسهولة. أو لأ، أنا مش هاعمل فيها عنتر بن شدّاد، فأنا هاسمح بالمشاعر بس هانهار معاه. ليه؟ لإن الأزمة لسه موجودة، ولإن الموقف حقيقي صعب مش بندعي. فأنا هانهار معاه وقاعد بقى يعني حاطط إيدي على خدي لحد ما يخلص. طيب في حاجتين مهمين أوي نفهمهم للتعامل الصح مع هذه الأوقات. الحاجة الأولانية، والله الفكرة دي مهمة أوي، فكرة إن أنت مش لوحدك، حقيقي أنت مش لوحدك. آآ ويمكن ده هدف من الأهداف اللي مخلّياني باشارك القصة دي أصلًا عني بشكل شخصي، وأنا مش باشارك حاجات كتير أوي شخصية عني أنا. أنت مش لوحدك، كل الناس أيًا كانت هي مين، مكانتها، علمها، فهمها، البيئة اللي هي عايشة فيها، البلد اللي هي متواجدة فيها، الثقافة اللي جاية منها، كل الناس حقيقي بتمُر بأزمات وأوقات صعبة جدًا، جدًا، جدًا لا يعلم عنها المحيطين بيهم شيئًا. هي دي بقى اللي بنسميها إيه، المعارك اللي لا يعلم عنها الآخرون شيئًا. فده يطمنك إن أنت مش لوحدك، لإن أصلًا شعور إن أنا أنا لوحدي اللي بيحصل فيّا كده، ده شعور مأساوي أوي بيضاعف جوانا الأسى والشفقة على الذات، وبيعمّق الحزن أوي. فدي أول حاجة. تاني حاجة، اسمح لنفسك في الأوقات دي وقت الpeak، والpeak يعني الذروة، ذروة شعور الإحباط أو الانهيار أو الحزن أو الكسر أو القهر أو whatever، الpeak بتاعته اسمح لنفسك إنك تحزن وتنهار. اقعدي كده واسمحي لنفسِك إنِّك تعيّطي وتعيّطي من قلبِك. بس وإحنا
واعيين ان انا بعمل ده مش نوع من انواع الشفقه على الذات او انهيار، ده نوع من انواع السماح بعمق المشاعر الموجوده نتيجه الازمه الكبيره اللي حصلت. يعني انا هخلص فقره العياط وهدعي بقى لربنا، هكلم واحده صاحبتي اشتكي لها، هروح لحد متخصص احكي معاه الموضوع وافرغ وات ايفر اللي هعمله، فهعيط وهحزن وهياخد اللوب بتاعته، وبعدها هقوم هغسل وشي وهلبس واتأنتك واكمل يومي حقيقي. وانا ماشي في يومي لما ادخل بالاتيتيود ده انا هعرف القط بعض الاشياء الكويسه اللي تفضل مصبراني لحين انتهاء الازمه اصلا كلها، اللي تفضل مخلياني قادر افانكشن، اللي تفضل مدياني شويه امل تانيين لحد ما الازمه الكبيره دي تخلص وتنتهي. فدول حاجتين في منتهى الاهميه ان احنا نتعلمهم ونبدا ندرب نفسنا عليهم وقت الازمات الحقيقيه، وهيفرقوا جدا في القوه النفسيه بتاعتنا في تعاملنا مع الازمات ومع الحياه بشكل عام، وفي قبولنا احنا للي احنا بنمر بيه في الاوقات الصعبه دي.